السلام عليكم. الوغ الحصه الاولى ديالنا ديال لا فورماسيون ديال الديجيتال ماركتينغ والاي كوميرس. هذا الفصل الاول اللي به غادي نبداو لا فورماسيون ديالنا، واللي غادي نبغي نشرح لكم كيفاش غادي تمشى. دونك هنا قدامي 3 زيكرون. كاين ليكرون ديال الديابو، كاين ليكرون ديال شات جي بي تي، وكاين ايكرون اللي غادي نكتب فيها ولا نيلوستري فيها الافكار اللي غادي نبارطاجي معكم. دونك قبل ما نبداو غادي نبغي نقول لكم بانه هاد الفورماسيون كلها غادي نعتمد على الاي اي، نوطامون شات جي بي تي. وهذه فرصه باش انه نسرعوا التعلم ونتادابطاو اكثر مع الامور التقنيه الجديده، باش اننا نزيدوا دغيا في العمليه ديال ليكزيكسيون، اننا اكزيكوتيو لي زانفورماسيون اللي كاينين في هاد الدوره هذه. ف 2025 لما كنتي غادي نخدم شات جي بي تي غادي نضيع وقت بزاف وغادي دير مجهود اكثر. شات جي بي تي نينا خاصك تعرف كيفاش تخدم فيها. وهاد الفورماسيون هادي غادي تكون مبنيه على هاد الاساس، اننا ناخذ معلومات ونابليكيوهم ولكن بمساعده ديال شات جي بي تي. الوغ على بركه الله نبداو لا فورماسيون ديالنا. الوغ الفصل الاول، في هذا الفصل غادي نتكلم على الاساسيات ديال الديجيتال ماركتينغ والادفيرتايزينغ. للاسف الشديد كاين اللي كيخلط ما بين هاد جوج ديال المصطلحات، ما بين الماركتينغ و الادفيرتايزينغ. هو في الحقيقه راه الادفيرتايزينغ جزء من الديجيتال ماركتينغ. الادفيرتايزينغ المعنى ديالها هو هو الاعلان، والديجيتال ماركتينغ معناها التسويق. وكاين فرق كبير ما بين هاد الجوج، ما بين التسويق وما بين الاعلان. باكثر من هذا الشيء، الاعلان هو جزء من التسويق. اوكي. وملي كنتكلموا على الاي كوميرس كنتكلموا على العمليه ديال الاعلان والتسويق. ولكن للاسف الشديد الاغلبيه ديال الدراري والبنات اللي باغيين يبداو الاي كوميرس او لا بادي الاي كوميرس او لا عاد بداو الاي كوميرس، كيصحاب لهم راه الاي كوميرس هو الادفيرتايزين، هو فقط الاعلان، هو ديك العمليه ديال نطلق كومبي بوبليسيتير فيسبوك ادز ولا في تيك توك او لا في جوجل ولا شي لعيبه بحال هكا، صافي راني كندير الاي كوميرس. ولكن لا، راه الاي كوميرس هو واحد العمليه مركبه اللي فيها ديجيتال ماركتينغ بالاساس، واللي الداخل ديال الديجيتال ماركتينغ كاين الادفيرتايزين. فشنو هو الفرق بيناتهم؟ ديجيتال ماركتينغ هو واحد العمليه اللي كتعتمد على الصياغه ديال الاستراتيجيات، اللي الهدف منها او لا باز ديالها هو انه كتحدد الاحتياجات والرغبات ديال لي كليون اللي انت باغي تسيبلي، وكتطور واحد البرودوي او واحد السيرفيس باش تلبي لهم هذيك الرغبه اللي عندهم ولا هذيك الحاجه اللي كاينه عندهم. ومن ثم كتعطيه واحد القيمه مضافه، وهذيك القيمه المضافه الا كان الزبون ساتيسفي بها تيبقى معك ا لون تيرم، تيبقى يشري عندك المره الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. بار كونتر الادفيرتايزين او الاعلان هو واحد العمليه محدده في الزمن، اللي الهدف منها هو نوصل واحد الرساله تسويقيه اللي كتبين الاحتياجات والرغبات ديال الزبون. اوكي. واللي من خلالها هذاك الزبون المستهدف كيدير واحد لاكسيون. الهدف ديالهم راه مختلف. في الادفيرتايزين لاكسيون اللي كيدير الزبون هو انه يشري او اللي اونجاجا معك او اللي يجيب الاخبار لشكون انت. يعني الوعي بالعلامه التجاريه. بينما الماركتينغ ديجيتال او الديجيتال ماركتينغ لا، راه الهدف ديالو هو يبني واحد العلاقه قويه مع الزبون ديالك، ويعزز ليماج ديال العلامه التجاريه ديالك، ويزيد واحد القيمه مضافه ليك انت وللزبون ديالك على المدى البعيد. بار كونتر الادفيرتايزين لا، الادفيرتايزين كيدير واحد الخدمه في هذيك الوقيته فاش خدام، فاش هو مطلوق. الاعلان في ديك الوقيته فاش مطلوق كتحبس الاعلان كلشي مشى. وللاسف الشديد هذا سبب من الاسباب الرئيسيه اللي كتخلي الواحد يفشل، لانه راه لا يتص... لا, لا يتخيل لا ما يمكنش لنا نتصوروا اننا ندير واحد بيزنس اللي واقف
على الادفيرتايزين. نهار ما يكونش الادفيرتايزين صافي نسدو داك البيزنس. راه ما يمكنش. البيزنس اللي هو صحيح وقوي خاصو يتبنى على استراتيجي ماركتينغ، ماشي على خاصني نبقى ديما ندير الادز باش نجيب مبيعات. ولكن عاوتاني كاين واحد الاكراه. الاكراه فين كاين؟ كاين في لي برودوي اللي راك تتبيع.